عن نوع من الشخصيات اللي بنشوفها كتير في حياتنا، وهي الشخصية الانطوائية. بنتكلم على الشخصية الانطوائية دايما على ان هي صفة سلبية. هنتعرف اكتر على صفات وملامح الشخصية الانطوائية، وفكرة اصلا الانطواء في الطب النفسي تعريفها ايه وسببها ايه وممكن ازاي نتعامل معاها. والشخص نفسه الانطوائي اكيد طبعا بيقابل مشاكل كتير في حياته، واكيد بيبقى ما عندوش قدرة على التعامل مع المجتمع زي الناس الطبيعية. هنعرف كمان هو يساعد نفسه ازاي مع ضيفنا اللي مشرفنا دكتور وائل ابو هندي، استاذ الطب النفسي ومؤسس موقع مجانين.com. اهلا بيك يا دكتور معانا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. قبل ما نبدا بقى نتعرف على ملامح الشخصيه الانطوائيه، عايزين نعرف تعريف كده احنا ممكن نعرفه بطريقه مختلفه. طبعا الناس لو عرفت يعني ايه انطواء او انطوائي غير لما الطب النفسي يعرفه، تعريفه ايه في الطب النفسي؟ شوفي، هي الانطوائيه في الطب النفسي حاجه من سمات الشخصيه اللي هي بنعرفها من خلال ان عكسها الانفتاحي، الانسان المنفتح او المنبسط. ف يعني ده بعد والتاني بعد مقابل ليه. نقدر نقول ان احنا الانسان المنطوي هو بني ادم بيبقى هادي، خصوصا لما يكون في وسط ناس غرب. بيبقى انسان يحب يستمتع بقضاء الوقت لوحده، ما بيحبش الحفلات، ما بيحبش يبين نفسه، ما يحبش يظهر يعني الا في الجد او الا فيما هو اكيد، مش ما يحبش على الاطلاق. يعني بني ادم يحب حتى لما يشتغل يبقى مستقل في شغله. على العكس من كده، البني ادم المنفتح ده بني ادم ماهر جدا في العلاقات الاجتماعيه، في المواقف الاجتماعيه، يقدر يكسب اصدقاء بسهوله، يقدر جدا ان هو يعني يجمعهم، يعمل لهم حفله، يبقى هو البني ادم اللي وجوده في الحفله يخلي ليها طعم. انسان هيبقى بيستمتع بان هو مركز الاهتمام بتاع الناس اللي حواليه، اللي زي بيسموه بره كده popular، يعني الشخص سواء في المدرسه او في اي مجتمع هو البوبيلر، له شعبيه كبيره يعني. بالظبط كده. طيب في نفس الوقت الناس لما اشوف، يعني لو حطيت الانطواء في ناحيه من مقياس والناحيه الثانيه احط الانبساط او الانفتاح، هلاقي انه تقريبا 68% من الناس في اي مجتمع هيبقوا قريبين من النص، يعني ما بين دي ودي. قريبين من درجه النص. و16% الناحيه دي قريبين قوي من الانبساط، و16% قريبين قوي من الانطواء. يبقى ده التوزيع بتاع الناس. حقيقه ان احنا ما نقدرش نقول انه ده طبيعي وده مش طبيعي. يعني مساله ان انا افكر بطريقه اقصائيه اقول ان الانسان الطبيعي هو الانسان المرح الاجتماعي النشيط مش عارف ايه، بينما الانسان المنطوي ده حاجه وحشه، ده ما يبقاش عادل. طب ليه بنشوفها صفه سلبيه يا دكتور؟ يعني ليه بنشوفها صفه سلبيه؟ يعني مؤكد لان هي بتاثر يمكن على شوفي، هو الانسان المنطوي مش دايما بيديني اللي انا عاوزه. هو عاوز ايه؟ هو حد بيبقى نشيط جدا لجوه مش لبره. الانسان المنبسط ده بيبقى يعني بيتاثر جدا باللي براه ويتفاعل جدا معاه ويبقى على طول مرح ورايح وجاي وحاجات كده ونشيط. الشخص التاني لا، ده شخص بيفكر كتير، بيركز مع نفسه اكتر، كل حاجه بيوزنها من جواه، من خبرته هو وذكرياته هو وارائه وتوجهاته، فهو حد تقيل. طيب دكتور معلش هنخرج فاصل، نرفع الاذان ونرجع نكمل كلام. اتفضل. رجعنا ومكملين كلامنا عن الشخصيه الانطوائيه، وكنا بنتكلم يا دكتور على تعريف الشخصيه الانطوائيه واذا كانت صفه سلبيه ولا لا. وحضرتك شرحت ان في التو اكستريمز يعني وان مش شرط انه يكون ده غلط او ده غلط. ما اقدرش اقول انها صفه سلبيه، لان هي ليها مزاياها ومشاكلها، والانبساط برضو ليه مزاياه ومشاكله. طب ايه اكتر مشاكل يا دكتور ممكن الشخص الانطوائي يقابلها يعني، ويمكن يكون ده السبب اللي بيخلينا نبص على الانطوائيه دي ان هي حاجه سلبيه؟ لانه في مشاكل اكيد بيقابلها الشخص الانطوائي الى حد كبير طبعا، لكن هي بتبقى غالبا بسبب المجتمع اللي مش متفاهم. المجتمع اللي هو بيحاول يفرض على الشخص انماط معينه من التصرفات، هي دي اللي صح وغيرها هيبقى غلط. ده الحقيقه يعني مجتمعات كتيره من المجتمعات مش كده. لكن في نفس الوقت الشخص ده اللي هو المنطوي في كل مكان او في كل مجتمع بيبقى عرضه اكتر للامراض النفسيه.
ويعني ما نقدرش ننكر ده. بسبب الكبت يعني جوه نفسه مثلا، بسبب إنه ما أنا بيتكلمش كتير مع الناس ولا ده، وانه ما يعني هو ما عندوش فرصه اكتر انه يطلع، لانه ما بيتكلمش بسهوله. ما بيحكيش، ما بيطلعش اللي جواه. هل ده ممكن يبقى نوع من الخجل او درجه من درجات لا مثلا لا لا الخجل خالص. زياده، ولا ملهاش خليني علاقة؟ اقول لك بقى انه الانطوائيه في اول بدايه المفهوم كانوا بيعتبروها انها حاجه واحده وعكس الانفتاح او الانبساط زي ما قلت. لكن تامل الموضوع دوت، ومجموعه من الادباء والفنانين، الناس اللي هم غالبا انطوائيين، كتبوا عن ده كتير، فابتدى علم النفس نفسه يغير نظرته، وبقينا دلوقتي بنقول ان حاله الانطوائيه ديت 4 حاجات. ال4 دول صفات ممكن تبقى مع بعضها، يعني كلها تبقى موجوده في الشخص بس النسب متفاوته، او حاجات من والبعض يبقى لوحده خالص. هقول ان انا عندي انطوائي اجتماعي، واحد منطوي اجتماعيا، ده اللي هي معظم الافكار موجوده عنه، او ده النمط الشائع في دماغ الناس يعني، او زي ما الناس فاهماه، اللي هو بني ادم ما بيستحملش قوي الاجتماعيات والناس والزحمه، ما بيستحملهاش، بيتعب منها. بيحتاج وقت طويل عشان يستريح، مثلا لو راح حفله محتاج يقعد يستريح يعني من اللي هو حصل له. بارادته بيبقى دي رغبته، يعني ما بيبقاش زي ما الناس متخيله الانطوائي مش قادر، عايز بس مش قادر. لا هقول لك هو في عندي الانطوائي الاجتماعي الاولاني دوت، ده حد بالتالي بما انه بيتعب في التجمعات، فهو بيفضل انه يبقى في وسط مجموعه قليله واثق فيهم هو وعارفهم كويس، او يقعد مع كتاب او يقعد مع كمبيوتر يسلي نفسه وكده. لكن في نفس الوقت لازم اخد بالي ان الشخص ده بيبقى مش قلقان، مش خايف، ومش مكتئب، خلاص، ومش زعلان. يعني هو كل الحكايه انه عايز يبقى بعيد عن الناس ومستريح جدا وسعيد جدا. ليها طبعا اسباب بيولوجيه يمكن نيجي نشرحها بيه، نتكلم عن اسباب. لكن عندي كمان نوع من الانطواء او شكل من اشكاله اللي هو بنقول عليه المفكر او الحالم. ده انسان بينطوي، اللي هو مع نفسه بينطوي غالبا لانه بيحلل كتير قوي شخصيته وتفكيره ومواقفه ومواقف الناس اللي حواليه. لما يتفرج على فيلم يقعد يشوف نفسه دايما في مكان البطل وفي مكان الشخص التاني اللي مش بطل، وهبقى ازاي لو انا كده. يعني دايما مشدود. لما تحطيه في موقف اجتماعي ممكن ما يبقاش زي الشخص اللي بيبعد عن الاجتماعيات، لا ممكن يبقى موجود بس فاصل مع نفسه، جوه نفسه، او جوه محموله. دلوقتي حديثا ممكن المحمول يخليه يديله الفرصه اكتر او يسهلها عليه. صحيح. عندي نوع ثالث اللي هو الخجل بقى، ومش الخجل بس، الخجل لحد الرهاب. يعني شخص بيتكسف بس، شخص لا الموضوع بالنسبه له الكسوف والارتباك ودماغه يعني كلها مشغوله، هو هيعرف يقول قدام الناس، هيعرف يتكلم قدام الناس، هيعرف يتصرف صح. طب الناس هتقول عليا ايه؟ هيقيموني ازاي؟ تبص تلاقيه قبل الموقف الاجتماعي يقعد يفكر يومين 3 هو هيقول ايه والناس هتقول ايه وهو هيرد عليهم ازاي. وبعد الموقف يقعد يحلل اللي حصل والمصايب اللي ممكن تترتب عليه، ويا ترى ده قال ايه عليا، وده فهم ولا ما خدش باله ولا ما خدش باله، وهكذا. ده اللي هو ممكن يبقى خجل طبيعي يتعالج مع الحركه والتعرض مع الناس. ده بقى وصل للانطواء بسبب خجله يعني. هو منطوي انه بيتعب بقى هنا قلق وخوف، ويبقى قلقان قوي الناس هتقول عليه ايه، ويبقى عنده مشكله، مش واثق في قدراته، مش واثق في مهاراته، مفهوم الذات عنده متدني، ما عندوش ثقه في النفس قوي، ما عندوش ثقه في النفس، خلاص محدش رباه على كده. النوع بقى الرابع ده عارفه الشخص اللي بنقول عليه الانطوائي المقيد، او الانطوائي اللي هو متأني. ده بني ادم رتمه بطيء بطبيعته. مثلا لو هنقول ان انا عندي المفروض حد يروح من القاهره لاسكندريه، فيبقى بتاع الانفتاحي ده هياخدها الطياره جري على طول. الانسان المنطوي من النوع المفكر دوت، والنوع اللي هو انا قلت عليه المقيد ده، لا ده هيروح من القاهره لاسكندريه عن طريق بني سويف. ايه اللفه اللي جوه دي؟ عباره عن انه بيعرض الحاله اللي بتحصل دي او الشيء اللي بيحصل، بيعرضه على كل خبراته الذاتيه وارائه ومواقفه، ويلففه لفه طويله قوي عبال ما ياخد قرار اقول ايه او اعمل ايه. كمان ده لانه متردد، يعني ما اقدرش اقول متردد، هو مش شرط يكون متردد. يعني هو امتى يبقى متردد؟ على فكره لو انا ضاغط عليه يديني قرار بسرعه، هنا ممكن يتردد. يعني حسب الموقف اللي هو فيه. ضغطت عليه لازم تقول لي دلوقتي رايك، فممكن يقول رايه وبعدين يرجع يكش تاني. لكن انا سبته طبيعي، ده انسان بيهتم دايما بالخاصيه اكتر من الكميه. يعني هو عايز يبقى عنده 4 5 اصدقاء، ناس متنقيه كويس،
وقريبين قوي منه، بعكس الشخص المنفتح ده عايز 30 40 واحد وكل ما كتروا كل ما كان احلى، وكلهم يبقوا صحاب، بس اصحاب على القشره كده زي ما بيقولوا بشكل كده. سطحي. لكن وده بيحصل له مشاكل وده بيحصل له مشاكل، يعني ما اقدرش اقول ان واحد بيحصل له وواحد لا، او دي الحقيقه اللي بنشوفها في عياداتنا يعني. يبقى انا كده قلت لك انواع الانطواء. الخجل لا، مش لازم في الكل، في بيبقى سعيد بكده، يعني هو باختياره وبارادته هو حابب المنطوي، يعني لان هو حابب يبعد عن الناس، لانه حابب يبعد عن الناس، ولانه يعني وجوده في وسط الناس الحقيقه الناس دي بتبقى عندهم حساسيه عاليه قوي في مخهم لماده الدوبامين. يعني شويه دوبامين صغيرين كفايه قوي بالنسبه له عشان يحس انه كويس. طيب انا لو رحت بقى فرح وهيصه وحفله وكلام زي كده والناس بترقص بيتوتر، هتبقى كتير قوي عليا، مش هستحملها، عشان كده ابقى محتاج استريح بعد كده. طب يبقى النوع ده يا دكتور ما اقدرش اقول ان هو يعني شخص منطوي، لان هو ده يعني يمكن بارادته وباختياره هو حابب شكل حياه بطريقه معينه، ما هوش يعني ما هوش منطوي بسبب انه في هو مختارها. انا اللي اعتبرت ان الانطواء ده عيب ووصمته بيه يعني ده مشكله المجتمع بقى نفسه. لكن في نفس الوقت احنا عندنا حاجات كتيره قوي بتحث على ان البني ادم ما يبقاش مع نفسه بس، وانه يتعامل مع الناس ويخرج معاهم، وحتى لو في اذى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن تخالط الناس وتصبر على اذاهم خير لك من ان تعتزلهم. طيب احنا قبل ما نكمل هنكمل طبعا في الاسباب وانه الانطواء ده ممكن ياثر علينا ازاي، بس هناخد راي الناس في الشارع يا دكتور نشوف هم معرفين الانطواء ازاي ونرجع نكمل. تمام. سبحان الله، يعني عشري، لاني بشوف اللي قدامي ده بيبقى احساس، يعني احساس كده وشعور. في انسان فعلا بيبقى عشري، اول ما تكلمه اول ما تقعد معاه شويه بتاخد عليه، بتحس انك انت عارفه بقالك مده. في واحد تقعد معاه ممكن يكون منطوي على نفسه، ما اعرفش، الله اعلم بقى، بيكون عنده اكتئاب ولا ايه، مش عايز حتى يتكلم، مش عايز حتى يرد، بيتكلم بالعافيه يعني. بالنسبه لي انا شخص اجتماعي جدا، بما ان انا صحفي واعلامي وكده، فطبعا بعامل الناس كلها، ولما بلاقي مشكله بلاقي نفسي اتحطيت فيها رغم انفي، ما بقدرش اقف. يعني اي حد بيتعرض لاي موقف انا بتلاقي نفسي محطوط معاه. لا 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 لا، ده انا فري خالص خالص، ما فيش حاجه اسمها انطوائيه، باخد على الناس خالص. ولما بلاقي حتى حد واخد حتى جزء لوحده كده بفضل انكب فيه لغايه ما بدخله في قلب الحوار، وفي قلب بخليه يبقى مندمج معانا في قلب الموضوع، وبنفضل كلنا كأسرة واحدة. يعني انا ما اعرفش حضرتك اهوت، احنا واقفين لازم نضحك ونهرج وبتاع ونشوف الحياه عامله ازاي، والحياه جميله الحمد لله. يعني اجتماعي جدا، واحب ان الانسان الاجتماعي عامه بيكون يعني في وسط المجتمع بتاعه محبوب اكتر، ويقدر ان هو يعني يحل مشاكل كتير، اي مشاكل بتواجهه بيقدر ان هو يحلها، بيقدر ان هو يتفاعل مع المجتمع اللي هو موجود فيه. لكن لو انطوائي او مثلا يعني لوحده اكيد مش هيقدر يحل اي حاجه. لا لا، شخص اجتماعي جدا، عشري جدا، لان الانسان كلما زادت معارفه زاد ادراكه وزاد، يعني الانسان اهم حاجه انه يقرا كتير. طول ما انت بتقرا مثلا بتزيد معرفتك، برضه تتعرف على ناس، بتكون اجتماعي. المجتمع ده انا وانت وفلان وفلان وشخص اخر تاني، فلما بتتعرف على اشخاص كتير تزيد المعرفه، يزيد الحب، يزيد تلاؤم. الناس ليه خايفه من بعضها؟ لا، انا راجل عشري، وراجل بحب الناس وبحب اتعامل مع الناس وبحب اتكلم مع الناس، بس طبعا الا اذا ثبت لي عكس الشخصيه اللي قدامي خلاص هنفصل عنها طبعا. في العموم بيتقال عليا وسطي، ان انا شويه متوسط. احاول ان انا ايه بمعنى اللغه بتاعتنا يعني انكشه، احاول ان انا اتكلم معاه، اهرج معاه، احس ان هو مثلا اتكلم عن الكوره، لو لقيته بتاع كوره مثلا اخش معاه في الرياضه، في ماتشات الاهلي الزمالك المنتخب، حاجه مثلا في الدوله مش عجبانا بنحب نتكلم فيها، انا ابدا ان انا اشد اطلعه من الاكتئاب اللي هو عنده، اخليه يبقى فري، انسان فري يعني عادي كده، ويقضي الحياه طبيعي يعني. لو قابلت انسان انطوائي فده حسب هو يهمني او ما يهمنيش، انا اتعامل معاه ومش اتعامل معاه، هل هو قريبي، هل هو جاري، فده يتوقف ان انا مثلا ادخل جواه بطريقه غير مباشره، يعني اعرف ده لو انا اقدر اساعده فعلا واخرجه من الانطوائيه دي
ما ممكن يعني ان انا اقوم بدور معاه. اكيد طبعا لازم احاول ان انا اتكلم معاه، بس طبعا باسلوب يليق مع العقليه بتاعته، لان العقليات بتختلف. ممكن واحد يكون انطوائي عنيف، وممكن واحد يكون انطوائي هادي بطبعه، فالمفروض ان انا هشوف ان انا هدخل له من اي اتجاه بحيث ان انا ما اثرش على عقليته بالسلب. احاول طبعا اضمه واعرفه على ناس واقول له المجتمع مش ان انت تقعد في البيت، لازم تشارك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دايما يقول لا تكن إمعة، فالإنسان يشارك برأيه ويفيد البلد ويستفيد. انا هحاول اطلعه من المود اللي هو فيه الاول، اشوف الاسباب ايه، هل حاجه نفسيه، حاجه في مشكله عنده، هل ممكن يكون هو اتعامل مع ناس وناس عملوا معاه عكس ما هو كان متوقع منهم، واطلعه من الجو اللي هو فيه. دي حاجه المفروض عليا يعني. لو عرفت انطوائي انا عن نفسي بحاول انكشه، لان هو غصب عنه هو مقفول على نفسه. افضل شيء ان انا اطلعه بس بالابتسامه الحلوه. رجعنا وشفنا رأي الناس في الشارع يا دكتور، ولاحظنا ان كتير قوي ربطوا فكرة زي ما احنا قلنا هي صفة سلبية. طبعا مؤكد ان الكل شايفها ان هي صفة سلبية، بس بيتكلموا عليها بمنطق ان هو كأن اللي عنده انطواء ده او الشخص الانطوائي عنده اكتئاب او عنده مشكلة نفسية او عنده مشاكل مش عارف يحلها، فبالتالي ان هم ممكن يحاولوا يخرجوه منها. هل ده صحيح؟ لا، الحقيقة انه الانطواء ممكن ده بيبقى احد اعراض الاكتئاب، لكن ما اقدرش اقول ان كل منطوي مكتئب. انه في المكتئبين بياخدوا جنب يعني ما بيبقاش هو شخص انطوائي. بنتكلم عن الانطواء النهارده اكتر في الطبيعيين، يعني خلينا من الحالات المرضيه. ما هي الحالات المرضيه ممكن ابقى انا منطوي عشان خايف ان الناس بره. احنا مش بنتكلم فيه كعرض، بنتكلم فيه كصفه من او سمه من سمات الشخصيه. طيب يا دكتور، ده ياخدنا برضو للاسباب. يعني احنا مش هنقول طبعا بقى الاسباب المرضيه، خلاص قلنا طبيعي ان الاسباب المرضيه احيانا بيبقى ليها اعراض من ضمنها ممكن يبقى الانطواء. طيب الاسباب ان الشخصيه تبقى انطوائيه او ان الشخص يبقى عنده سمه الانطواء هو ده بطبعه، يعني حتى ما هياش مثلا مرحله وهتعدي زي ما احنا بنقول لان مثلا عنده مشاكل، لا هو طول عمره شخص انطوائي. ده بتبقى اسبابه ايه؟ خلينا بقى نقول ايه؟ جينيه؟ هل مثلا الاسباب الجينيه والتركيبيه في المخ دي من اول الحاجات. وزي ما قلت من شويه انه بيبقى الانسان اللي حساسيه دماغه عاليه للدوبامين ده مضطر ان هو ياخد يعني حاجات فيها تعرض اقل للمثيرات الاجتماعيه. خلاص، على عكس الانسان التاني اللي هو عايز دوبامين كتير قوي عشان يحس. ده الانسان المنفتح الناس الدوبامين. بس عشان نشرح للناس يا دكتور، ده هرمون نقل عصبي. نقل عصبي. نقل عصبي بيطلع من الخليه العصبيه الخليه اللي بعدها علشان ينقل الاشاره العصبيه. يعني بينتقل من هنا، هي الاشاره العصبيه بتمشي في الخليه للكهرباء، وبعدين ما بين خليه والثانيه من خلال هذا النقل العصبي كيميائيا يعني. ممكن اسباب عضويه ثانيه تؤدي للانطواء، زي ما يكون مثلا طفل عنده عاهه معينه، عنده اعاقه معينه، عنده مرض جلدي معين، فده كله لو احنا ما انتبهناش وعالجنا ده بدري في ثقته في نفسه كمان. طبعا ثقته في نفسه وخوفه من حكم الناس عليه، فبالتالي ممكن ينعزل. بعد كده الحقيقه انا ممكن اشوف المجتمع نفسه على بعضه. ممكن يبقى في مجتمعات بتشجع على الانفتاح والانبساط والحركه والتفاعل ما بين الناس، وفي مجتمعات تانية لا، ما بتديش فرصه مثلا للطفل او المراهق ان هو يعبر عن نفسه، ان هو يتعامل مع اللي زيه والاكبر منه عشان انتقال الخبرات. للاسف ده موجود لغايه دلوقتي في بعض المجتمعات عندنا. السبب بقى الاهم الحقيقه هو الاسره وطريقه التربيه. التنشئه. التنشئه. الاسره نقدر نقول انها بتدي الطفل والمراهق الكود الاجتماعي اللي بيتعامل مع الناس اللي حواليه. طيب لو الاسره دي نفسها فيها مشكله من جواها، ده ممكن يبوظ لي المساله او يعني يخلي المساله مش مظبوط. او لو الاسره نفسها عندها مشكله انها تبقى متواصله او متفاعله مع المجتمع اللي هي فيه، يعني ناس مختلفين في مكان ما مهاجرين مثلا، خلاص ده ممكن يبقى ليه تاثير. من الحاجات اللي يعني حضرتك تقصد الشخصيه اللي في الاسره نفسها هتبقى منطويه شويه عن المجتمع اللي هم الغريب اللي هم راحوا، فبالتالي الطفل هينشا وهو عنده نفس السمات. من الحاجات اللي اثرت فيا وقابلتها 3-4 مرات الحقيقه على مدى فتره شغلي، ان انا اشوف حد في الجامعه ما عندوش اصدقاء خالص طول عمره، وبعدين لما اسال ليه الاقي
اصل بابا وماما انفصلوا وانا صغير، فكنت بخاف حد يقرب مني فيسالني، عشان كده ما عنديش صداقات. سمعتها من اولاد ومن بنات. ده جزء برضه يا دكتور نقدر نربطه بالتنشئه، وانه طبعاً. الام ما خدتش بالها ان هي تعالج مع وقت الانفصال ده ازاي. طب هناخد بس تليفون معانا محمد من القاهره. ايوه الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا محمد، اتفضل. انا سامع يا فندم. استاذن حضرتك بس ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل. لو سمحت يا دكتور، حضرتك انا في كده يعني مشكله يا فندم كده بقالها مثلا معايا سنتين ثلاثه. ايوه. ان انا حضرتك يعني مريت بتجربه يعني طلاق قبل كده. فهي حضرتك يعني انا بالظبط بقالي 3 سنين منفصل. وحضرتك انا عندي يعني بنت صغيره حضرتك بشوفها رؤيه وكده. فحضرتك انا من بعد التجربه حضرتك بالظبط من بعد 3 سنين حضرتك انا يعني مريت بحاله كده بنوع من ان انا بعيد عن الناس شويه، او ان انا بقيت انطوائي بشكل يعني غريب. يعني حضرتك ممكن تكون كانت تجربه قاسيه عليا شويه. بس انت بقالك 3 سنين دلوقتي. بالظبط يا فندم. فحضرتك انا من بالظبط حضرتك من بعد مرور من 3 سنين ده حضرتك انا بعدت عن الناس. كنت الاول اجتماعي. كنت يعني مع اصحابي مع اخواتي مع الناس كلها. ومن بعد حضرتك التجربه ديت يعني حسيت كده احساس ان انا بدات ابعد عن الناس. بدات ان انا مش اجتماعي زي الاول. نومك وشهيتك للاكل اخبارهم ايه؟ نوم حضرتك انا دايما يعني ببقى طول اليوم ببقى في شغلي مثلا او كده. لما باجي حضرتك عند النوم دايما بتبقى في احلام مزعجه بتراودني، ببقى في ارق قبل النوم دايما. يعني هي الاكل. طيب الاكل حضرتك انا ممكن ببقى ساعات شهيتي مفتوحه قوي، وساعات شهيتي بتبقى يعني مش يعني عاديه، او ما باكلش بشكل مستمر. طب شوف يا محمد، احنا دلوقتي 3 سنين، ده معناها انه افتراض انه يكون دوت تكيف او تأقلم مع الموقف اللي حصل او الطلاق، يعني عدى خلاص الوقت بتاعه. فاحنا دلوقتي بنتكلم في اكتئاب. اللي انت بتحكيه ده ممكن جدا يكون اكتئاب. وانا يا فندم انا فندم انا عشان مش عايز اطول حضرتك، انما حضرتك انا مش عارف اعمل ايه. يعني انا ما بقتش اجتماعي في الاول مع اصحابي مع اخواتي. طيب حضرتك يا ريت تسمعنا، احنا هنتكلم في بقيه الحلقه على فكره ازاي بقى انا اخرج من الانطواء ده بالذات، سواء سمه شخصيه او بسبب ظروف. حضرتك كمل معانا الحلقه يا استاذ محمد وهتلاقي اجابتك معانا. كنا بنتكلم يا دكتور على فكره الاسباب، هنرد عليه طبعا محمد مؤكد لما هنيجي نتكلم على ازاي اتعامل مع الانطواء ده، بس نكمل برضو الاسباب. كنا بنتكلم على الجينات والتنشئه. هي فكره التنشئه. انا كنت بس وصلنا لنقطه الطلاق، وعايز اقول له هو انه هو قال ان عنده بنت، يا ريت يفهمها من دلوقتي، وكل ما يشوفها يقول لها ان اللي حصل ده مش عيب يا حبيبتي. صحيح. ما هو نفسه عايز يعني محتاج الاول يعالج المشكله اللي عنده عشان يقدر يعالج. لو البنت نفسها يتكلم مع معالج نفسي او يروح لطبيب نفسي لو لقى ان الحكايه زياده او المعالج النفسي قال له كده. طب احنا لاحظنا حتى يا دكتور وهو بيتكلم، يعني انا لاحظت فعلا ان هو تردد في الكلام شويه. هل ده انا مش عايزه برضو احكم ان ممكن يكون خجل ان اول مره يطلب في تليفون مثلا في تلفزيون او حاجه، بس لو ده موجود برضو مش يعني احنا اتمنى كنا نسال محمد هل دي حاجه عنده من الاول ولا برضو بعد الاعراض اللي حصلت؟ لا انا حسيتها في بعض المكالمه مش في كلها، فاقدر اقول انها موقفيه اكتر منها عشان التليفون. طيب فكره يا دكتور برضو التنشئه زي ما حضرتك قلت ان في بعض من الاسباب انه بيبقى المجتمع ككل او الكالتشر زي ما بيقولوا الثقافه كلها بتدعم فكره الانطواء. لو قلنا في المجتمعات العربيه يمكن نلاقيها اكتر في البنات طبعا. يعني فالبنات طبعا. يمكن بره البنات والولاد زي بعض بيتعاملوا شويه. البنات عندنا في المجتمعات العربيه والشرقيه هيبقى فيها نقدر نقول ان فيها نسبه انطواء بقى اكتر من الولاد بالاحصائيات. ولا الدراسات اللي اتعملت الحقيقه يعني بعضها قال انه الموضوع اكتر في البنات، وبعض التاني عكس خالص، لدرجه ان انا في دراسه قالت انه قدام كل واحده في 4 واحده بس منطويه قدامها 4 أو 5 من الذكور منطويين. فيبدو انه المقاييس اللي استخدموها مختلفه. كمان في المراهقه الولد بيبقى اكثر عرضه ان هو ينطوي، البنت بتنطوي غصب عنها. يعني بيبقى اهلها هما اللي
مانعينها انها تخرج. وبيبان انه جزء من التربيه العاديه ان البنت الطبيعيه لازم يبقى عندها حياه، او فبيتدارى يعني زي ما بنقول كده، بيبقى ده متداري في ده يعني. لكن الولد غالبا لما بينطوي بيبقى علشان في حاجه كسرته نفسيا، سواء بقى كان صراع مع الاهل بسبب مشاكل المراهقه المعتاده، او مشكله عاطفيه، مشكله في المدرسه، ايا كان يعني. فده ممكن يعمل برضه يبقى من ضمن اعراضه الانطواء يعني. الفكره انه ده لو موجود، احنا مجتمعاتنا مع الاسف الشديد لو حد دخل اوضه وقفل على نفسه وبس ما بيعملش حاجه غير انه بيصلي، بيسيبوه، ما بيعتبروش ان عنده مشكله. في المجتمعات غيرنا بقى لا، ده كده عنده مشكله كبيره، مجرد انه ما بيتفاعلش مع المجتمع، ما بيعملش حاجه، ما هوش انسان منتج. ده لو في تغير في طبعه، في سلوكه، في طبعه يعني، مش ان هو طبيعته كده من الاول. طبعا لا، انا بتكلم على تغير، واخد بالك؟ اقصد ان احنا كمجتمع ممكن نتحمل حد كان كويس وبعدين انطوى، ممكن نتحمله فتره طويله قوي ونفهم ان ده طبيعي وانه عادي وانه ما بيعملش مشاكل. يقول لك متضايق، ولا تلاقي عنده مشكله، ولا متضايق، ولا عايز ياخد جنب سيبوه، واسيبه بقى بالسنه والاثنين، يعني ما فكرش ان ده ممكن يكون مرض. للاسف دي نماذج بنشوفها كتير قوي. لكن لو ابتدى بقى يتخانق او يزعق او كلام زي كده، لا بقت مشكله، بره مش كده خالص، بره من البدايه. مجرد انسحابه من المجتمع دي علامه في منتهى الخطوره، ولازم بينتبهوا ليها ويدوروا على طريقه للتعامل معاها. تمام. طيب ده ياخدنا بقى يا دكتور لان احنا ازاي اتعامل بقى، يعني انا لو انا شخصيه منطويه، يعني اعالج نفسي ازاي او اتعامل مع نفسي ازاي، بالذات لو انا مش من النوع اللي انا مختاره ده ومقرره. عشان حضرتك قلت في نوع هو مقرر ده وحابب حياته كده. هو كده يبقى كأني انا هتكلم على الناس اللي عندها خجل زياده، او بالزبط. اللي عندهم قلق اجتماعي، او وصل لدرجه الرهاب الاجتماعي، او حصل زي استاذ محمد كده انه ما كانش طبيعته كده، وبسبب مثلا صدمه بقى، تروما او مشكله او حاجه وصلت ان هو يبقى عنده انطواء. شوفي اتعامل لما يبقى وانا السبب كمان اتعامل معاه ازاي، دي برضه عايزين نشرحها كمان. لما يبقى السبب حاجه زي الاستاذ محمد كده اللي هو اكتئاب، يبقى احنا ايه سكه علاج الاكتئاب؟ ان انا هروح لمعالج نفسي، هروح لطبيب نفسي واشوف ده يتعالج ازاي. ويفضل ان هو يحاول يتعالج بعلاج معرفي سلوكي قبل الادويه. زي ما كل الناس بره بتعمل كده، ما فيش حد بيكتب دواء للمريض اول ما يخش له الا في مصر او في بلادنا احنا العربيه يعني. والحقيقه ان برضو العيان بيبقى عايز كده عشان يخلص، لكن ده على المدى البعيد يعني نتائجه اسوأ من ان هو يتعلم حاجه جديده او يتعلم يفكر ازاي. طيب ولو ما غيرش الافكار الادويه مش هتعمل حاجه يعني؟ لا بتعمل يا فندم، بيتحسن ويبقى كويس، بس لازم معاها يغير افكاره. الجزء بقى اللي هو الخاص بالخجل او القلق الاجتماعي ده، الحقيقه احنا حسب احنا في انه سن، لكن الجوهر بتاع طريقه العلاج تقريبا واحد. مطلوب ان انا بدعم ثقه الانسان ده في نفسه، بخليه يتعلم ازاي يعبر عن اللي جواه بحريه، ازاي يبقى الفيصل في انا هرد ايه، اقول ايه، اعمل ايه، او اتصرف ازاي، هو مرجعيه انا واحساسي تجاه اللي حصل ده، او تجاه الكلمه اللي اتقالت او الموقف اللي عمله الراجل ده او الست دي، ازاي اعبر عن ده واقوله. ده مساله بيفهمها الاول وبعدين يحتاج يتدرب عليها، اسمها مهارات تاكيد الذات. مهم ان انا اعلمه حاجه اسمها مهارات التواصل الاجتماعي، مهارات الاستماع، كذا مهاره كده من المهارات مهم انه يتعلمها. هنكمل يا دكتور، بس هناخد معانا تليفون تاني. احمد من الاسماعيليه. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا استاذ احمد. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. دكتور لو سمحت، انا عندي احفاد، بس يعني مش هتكلم عن موضوع الانطواء، عاوز اتكلم على موضوع الهيبره. يعني الطفل بيبقى قاعد في المجلس بتاعنا موتر المجلس جدا وبيتصرف تصرفات غير طبيعيه. سنه قد ايه؟ مش عارف، يضرب اخته الصغيره. سنه قد ايه يا استاذ احمد؟ سنهم قد ايه؟ عنده حوالي 3 سنين. كنت عايز اعرف يا دكتور، هل الموضوع ده يعني طبيعي، ولا المفروض ان هو يبقى ليه مثلا علاج او حاجه يعني، او نصايح من حضرتك يعني يتعامل ازاي؟ هو لازم الطفل يتقيم بس الاول، يعني لازم يروح لحد من اللي هم الاطباء النفسيين او المراكز. في مراكز كتيره دلوقتي لتنميه المهارات والاطفال وكلام زي كده، يتعمل له اختبارات معينه تبين ان كان في عنده فرط حركه او مشكله في الانتباه كمان معاها ولا لا. ده مهم قوي يتقيم، وبعد كده بناء عليه يعني ازاي بقى نتعامل معاه، ده حسب التقييم هيقول ايه بالظبط. يعني يا دكتور ده ما يبقاش ذكاء زايد يا دكتور؟
لا الحقيقه المفاهيم دي اتغيرت، ده كان زمان بيقولوا كلام زي كده وبعدين اتضح انه لا مش صح خالص يعني، او مش شرط يعني. وممكن يبقى الطفل احيانا يا دكتور مش العكس. عارف يخرج كمان طاقته الا اذا كان بقى بالزياده بشكل ملفت يعني. حضرتك يعني ممكن يوتر القعده اللي احنا قاعدينها جدا. طيب يبقى كده لازم حضرتك بسرعه يعني بيخلي مثلا مامته ممكن تقوم تتعصب عليه تضربه، بيحصل رد فعل مش كويس معاه يعني. ايوه. طيب اعتقد انتوا محتاجين انتوا كمان تحكموا اعصابكم يا استاذ احمد. حد طب نفسي اطفال مهم قوي نعرضه يعني يا دكتور. طبعا. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا استاذ احمد. الفكره كلها ان انا الطفل برضو دي هنخش فيها، ان احنا ازاي نتعامل مع الطفل المعامله الصح اللي ما توصلش لان هو شخصيته بقى تتاثر او تتبني بشكل غلط. فاحنا مخصصين طبعا كلامنا على الخجل والانطواء، احيانا بيبقى كتير خطا في التعامل من الاهل، حاجات كتيره قوي ممكن يعني تسبب النشأة نفسها بتبقى غلط طبعا. لانه احنا زي ما قلنا انه الطفل اللي بيعلمه الكود الاجتماعي اللي يتعامل بيه مع الناس بره هو الاسره بتاعته. صحيح. فلازم الاسره تبقى هي نفسها متوازنه من جوه، وكمان علاقتها بالمجتمع الخارجي متوازنه. ويكون عندهم يعني فهم للموضوع دوت. الحقيقه احنا عندنا مشكله كبيره قوي في الفتره الاخرانيه، ان في اطفال ما بتروحش المدرسه. يعني معنى كده ان هو كمان يبقى جميل قوي لما يبقى المدرسين بيجوا له البيت، يعني هو ما بيخرجش بره، ما عندوش اصحاب بيخرج معاهم، دول عزلوه عن المجتمع يعني. خلاص ده كتير بقى للاسف. والناس بتبقى متخيله انهم كده بيحموا ابنهم او بنتهم. لا الحقيقه انهم بيضروه ضرر بالغ. وبرجع اقول لهم تاني، بشوف حاجه زي كده بقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان تخالط الناس وتصبر على اذاهم خير لك من ان تعتزلهم. يعني ده لازم نفهم معناه ايه. صحيح. مطلوب ان احنا نخرج ونتحرك. طيب كمان لو مثلا ايه الحاجات اللي بتخلي الطفل ينطوي؟ ان انا اعمل حاجه تشكك الطفل في نفسه، تهز صورته قدام نفسه. ان انا افرق ما بينه مثلا وما بين حد تاني في المعامله، او ان هو يكون بيتعرض لاي شكل من اشكال اساءه المعامله بقى، سواء كانت الاساءه الجسديه او اللفظيه او الجنسيه ايا كان. كل الحاجات دي ممكن تعمل عندي طفل او طفله منطويه. وفي بعض الاحيان بيبقى في موديل هو بيقلده، يعني حد الطفل بيحبه جدا فبيقلده. هقول لك على حاجه، يعني في الاطفال لو انا خدت ابني او بنتي وديته نادي يلعب حاجه رياضه، نادر قوي انك انت تلاقي رياضه الواحد بيلعبها لوحده، دايما في حاجه تانية. فدي اكتر حاجه ممكن تطلع. مش كده في المدارس يا دكتور كتير دلوقتي الانترناشونال بالذات بيدعموا فكره التيم ورك او روح فريق العمل، لان ده بينمي في الشخصيه بشكل كبير جدا. في منتهى الاهميه في مجتمعاتنا بالذات. طيب هناخد تليفون تاني من ناجي من القاهره. الو السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. انا حضرتك انا دلوقتي الحمد لله. الو ايوه. انا حضرتك عاوز اسال الدكتور سؤال عن حاله مريت بيها انا نفسيا شخصيا. انا دلوقتي الحمد لله محاسب وخلاص، يعني الواحد من سني مش صغير يعني. بس حضرتك عاوز اقول لك على حاجات انا مريت بيها وانا صغير داخل المجتمع وداخل المدرسه. اتفضل. حضرتك وانا صغير كنت بكتب مواضيع التعبير لدرجه الاستاذ كان يجي يقول لي انت بتروح تنقل من كتب العقاد، لدرجه ان ايه كان عندي حكمه مبكره، وكان عندي ايه اسئله واسال كويس داخل ده. فحصل معايا نوع من الايه مش من الهجوم، لا مفيش داعي ما تدخلش نفسك في الموضوع دي، انت بتقرا حاجات بره مش عارف ايه. فبدات المدرسه بالنسبه لي تبقى ايه تحصيل حاصل. ليه بقى؟ لان حضرتك التعليم عندنا في مصر ما بيراعيش الكفاءات. ليه بقى حضرتك؟ انت حضرتك دكتور وعارف الكلام هقوله دلوقتي. تمام. العباقره ليسوا ميسور الفهم على الدوام، بيبقى ثوري في حقل اختصاصه. تمام. حضرتك الدول المتقدمه بتاخدنا احنا بقى. طبعا انا مارست حياتي وبتاع، وكانت ليا هوايات في مجال تصميم الطائرات وكده، واستمريت في هوايتي وتفوقت على وكنت وبعض بتعمل لي لجان وكده ده. بس بيتواجهوا يقول لك ايه، طب والشهاده دي حته ثانيه. انا طبعا الحمد لله الكابابيلتي والكونفدنس عندي الحمد لله زي الفل، مفيش حاجه. بس الحاجه اللي بتضايقني ايه هي؟ انك لما تيجي حضرتك تكلم اجنبي بيبقى فيه صراحه يا استاذي في الكلام، في صراحه، يعني في نوع من الايه تقييم الصح للبني ادم اللي قدامه ده. ده حضرتك ده كابابيلتيز بقدمه صح. لما تيجي تتكلم بقى واحد مصري بكل صراحه، حضرتك تقصد ان الاجانب عندهم لا احنا عندنا حضرتك امراض، لا حضرتك احنا عندنا امراض مصابين بيها. هذه الامراض الانا
عاليه جدا عند الافراد. يعني هو انت اللي هتيجي تعلمني؟ هو انت اللي هتيجي مش عارف ايه كده المنظر ده؟ للاسف حضرتك ده حقيقي. حضرتك الوضع اللي انا عايز اتكلمه دلوقتي، انا هكلمك على حاجه. فون براون ده راجل كان سنه 25. معلش بس يا استاذ ناجي عشان وقتنا طب ماشي ضيق. حضرتك. الانطواء بقى بيجي عند الاطفال ليه بقى دلوقتي؟ لازم الطفل حضرتك نراعيه في ناحيه الكابابيلتيز وننميها، دي مهمه جدا. انا حضرتك مريت مرحله ايه؟ طب بقيت ادي الامتحان اخلصه عادي جدا زي اي حاجه، وبقيت محاسب، لكن بتلاقيني لا بحترم الاستاذ ولا بحترم ده ولا بحترم ده. ليه؟ فبدات ايه؟ انظر للمجتمع من فوق واتعامل مع الناس بنظريه المؤامره. دلوقتي انا دلوقتي بقيت كده. ايوه. طب تسمعني يعني انا دلوقتي هل انا مريض؟ التعامل من وانت صغير اثر في مش اثر، انا مش مريض يا استاذه. انا بتكلم عليكم انتوا، انا بتكلم على الشعب، على ان احنا حضرتك واحد من الشعب. في امراض الجهاز حضرتك، في امراض جهاز الجهاز في اكيد، بس في كل مجتمع يا استاذ ناجي احنا ما نقدرش نقول ان مجتمعنا فقط. والشيزوفرينيا الجهاز الاداري اللي الاستاذ عارفها. على العموم احنا هنحاول نربط كلام حضرتك بموضوعنا عن الانطواء. انا بشكر حضرتك استاذ ناجي، وهنتكلم طبعا يعني عن الموضوع ده في خلال ازاي احنا نتعامل مع الشخصيات دي. بشكر حضرتك استاذ ناجي. بيتكلم على التعامل، يعني برضو ده جزء من التعامل مع المدرسين او الناس، ما كلهم كانوا امهات وابهات. انا للاسف يعني ممكن يبقى المدرس عندي ما هوش حاسس بمسؤوليه، يعني دي مسؤوليه والتزام تجاه المجتمع. صحيح. انك انت لما تحس ان في الطفل في حاجه مميزه تنتبه ليها وتنميها وتنبه ليها. صحيح. لا اللي بيحصل لا ده مش في المنهج، بيكبتوهم يعني ده طبعا اكيد بيأثر برضو لو ربطناها بموضوعنا، بيأثر في الطفل، بيبقى منطوي لانه حاسس ان مفيش تقدير، خلاص انت كسرت طول الوقت مكبوت بالظبط كده. يعني هي دي الحكايه كلها. اجي بقى للناس اللي عندهم قلق اجتماعي او رهاب اجتماعي. دول يمكن اصعب مجموعه، لان ده بيبقى انسان تعبان جدا وبيتعذب جدا لانه مش قادر على المشاركه اجتماعيا، نفسه ومش قادر، وفي نفس الوقت هو واقع في فخ طريقة تفكير معينة وطريقة حكم على الأمور بتخليه يعني واقف في مكانه مش عارف يتحرك. المشكلة بتبقى إيه؟ الشخص ده بيبقى تقييمه لأهمية تقييم الناس ليه عالي جدا، شايف إن حاجة مهمة أوي الناس هتقول إيه فيا. دي أول حاجة. تاني حاجة، هو بيبقى داخل الموقف الاجتماعي وهو قاسم انتباهه اسمين: اسم بره، يعني يبص على العالم الخارجي او على الاشخاص اللي موجودين في الموقف الاجتماعي، ونص انتباهه على الاقل مركز عليه هو، بيبص على نفسه من جوه. وفي نفس الوقت بتتكون نتيجه لكده صوره عقليه لكيف ابدو. يعني جوايا تخيل بالنسبه قدام الناس ايه. وبعد كده طبعا انا بص على نفسي وانا قلقان ومتوتر فبشوفها متبهدله، في نفس الوقت بعتبر ان هي الصوره المتبهدله دي اللي الناس شايفاها، في حين الناس بتكون شايفه حاجه ثانيه خالص. دي مشكله كبيره قوي، فتبقى سايكل كده، فيفضل اكتر هو يفضل يلف. الحقيقه ان الناس بتبقى شايفه قدام منها حد بيعتبروه مثلا متعالي او متكبر، في حين ان هو مرعوب من التعامل معاهم. فشوفي المسافه كتير ناس قد ايه بيتحكم عليهم فعلا يا دكتور بالغرور او التكبر على الناس، هو بيبقى من جواه حاجه ثانيه خالص. يعني هي دي بتبقى مشكله كبيره جدا طيب جواهم. ماشي، معانا تليفون تاني. محمد من الشرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. مع حضرتك محمد فتوح هندي، حضرتك من الشرقيه من ديار بني. اهلا. ممكن اكلم الدكتور وائل؟ اتفضل. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا حبيبي. حضرتك بالنسبه لي بقالي بالظبط 4 أسابيع. ايوه. بيجيب بصحى بقلع حوالي الساعه 1 مره 2 مره 3 ممكن 4. وايام دي متلي على طول. وما بنامش. دي بتاثر عليا سلبا اذا كان في شغلي او في البيت. يعني ارق حاجه زي كده. بس عموما انا يعني ما بحسش ان يكون في عندي حاجه او بفكر في حاجه، مش فاهم بالظبط. يعني ما فيش مشكله الايام دي عندك مثلا في شغلك او في بيتك؟ انا مسلحه، فدي طبعا في الايام العاديه ما بعرفش يعني بحاول بقدر الامكان اتحكم في نفسي. لا مش يعني استاذ محمد، حضرتك عندك مشكله معينه حاسس دلوقتي في حياتك ان هي مأثره على موضوع النوم والكلام ده، ولا ما عندكش مشكله بتواجهها؟ لا حاليا يعني في مشكله في الشغل مثلا، في الحياه، في حياتك الشخصيه او حاجه؟ لا مفيش مشاكل الحمد لله.
يعني بس دلوقتي بقى أنا في في عندي تغير أرق. في شكل النوم او الباترن بتاع النوم بالظبط بتاعه وانت مش عارف سبب. استاذ محمد يعني حضرتك معانا؟ مع حضرتك. بقول لحضرتك يعني اتغير شكل النوم بتاعك من غير سبب، يعني انت مش عارف طيب سببه ايه. الشهية كمان في حاجة، الشهية اتغيرت؟ شهيتك للأكل، رغبتك في الأكل يعني؟ لا عادي يا دكتور. طيب قدرتك على التركيز؟ لا ما هو الاكل تمام وكل حاجه تمام. وشغلك تمام؟ طبعا مشكله في التركيز بقى، انا بقيت اليوم ممكن يجي له صداع وما اقدرش اتحكم في نفسي. لما اكون فيهم يعني مثلا ضغط الشغل مع الكلام ده، قله النوم بتحصل لي مشكله وما بعرفش انام بالنهار، لازم انام في نفس الميعاد، رغم اني بنام في الميعاد العادي 9 10 11 ممكن اقوم برضه نفس الميعاد. طيب في رعشه في ايديك لما تمدها كده قدامك فيها رعشه؟ لا حضرتك. لا. والحكايه دي ما حصلتش قبل كده، دي اول مره تحصل؟ اول مره تحصل. الموضوع بقى له 4 سنوات كده، بس اللي مخليني صبرني يعني بدني الحمد لله لحد صلاه الفجر وبصلي وبدني صحي برضه. ايوه ماشي، بس استمرار الامر كده ده ممكن يخليك مش عارف تركز في شغلك بعد كده. ايوه. يعني الدكتور هيرد عليك يا استاذ حاضر. محمد. حاضر. شكرا ليك. يعني ده حاله ارق مش معروف لها سبب حاليا. ارق عارض يعني ما هوش حاجه. بس يفضل ان هو يعني يروح الاول لدكتور باطني يشوفه، يعمل له شويه تحاليل لازمه. اذا ما لقيناش اي سبب عضوي للموضوع دوت يتجه بقى للطبيب نفسي يشوف ايه الحكايه. هيشوف ايه اذا كان عندهم. هو احيانا بيبقى الناس عندهم مشكله او حاجه مضايقاهم مش عارفين هي ايه ومش بيفكروا فيها، واحيانا بتبقى بدايه مرض عضوي ممكن برضه يعمل نفس الشكل ده. طيب نكمل يا دكتور. برضو كنا بنتكلم على الشخص اللي هو بطول الوقت شايف الناس شايفاه بالنظره اللي هو شايف نفسه بيها، وبالتالي أيوة. بينطوي اكتر ويبقى عنده مشاكل كبتها جواه اكتر. ده يعمل ايه لو هو مش عايز يلجأ لحد؟ ممكن يساعد نفسه ازاي؟ هو مهم قوي انه يفهم الاول. يعني مثلا الشخص ده قدامنا دقيقه يا دكتور معلش عايزين نختصر كده تبس. الشخص ده قلت لك ان انتباهه مقسوم. انتباهه مقسوم دي معناها ان هو في الموقف الاجتماعي نفسه ما بيركزش تركيز كامل، يبقى بالتالي احتماليه ان هو ما يوصلوش الرساله اللي عايز يقولها له. معانا قدامنا دقيقتين يا دكتور، فعندنا دقيقتين نقول ازاي بقى تبس كده للناس. ممكن يقع اكتر لانه مش مركز في كل حاجه كويس زي ما ناس ثانيه عامله. الحاجه الثانيه انه لازم يفهم ان الصوره اللي في دماغه عن نفسه مختلفه عن الناس شايفاه. يعني بنعمل احيانا او بيعملوها بره مش هنا، يعني بيصوروا الموقف اللي الشخص فيه وشه احمر 3 4 مرات حسب ما هو قايل، وبعدين يقعدوا معاه قبل ما نشوف الفيديو وشك احمر امتى وبدرجه قد ايه، وبعدين نتفرج على الفيديو يكتشف ان هو متخيل حاجات مالهاش يعني علاقه بالواقع. يشوف نفسه فعلا في الموقف كان رياكشناته عامله ازاي. حاولنا نعمل ده الكلام ده في مصر، بس الحقيقه يعني الناس ما ساعدتناش. انك انت تصور لي الناس كلها هتعرف انت بتصور لي ليه. صحيح. خدت بالك؟ ده حاجه في الكالتشر بقى احنا ما صعب نتعامل معاه. هي الفكره انه الرهاب الاجتماعي او القلق الاجتماعي ده مرض ممكن يتعالج لو انت مش عاوز تروح لطبيب نفسي، روح لمعالج نفسي يكون بيشتغل بنظريه المعرفي السلوكي، لان دي افضل حاجه بيجيب نتيجه فيه. طيب من الحاجات اللي بتتعالج ما عادش مشكله كبيره. ما ده بقى لو رجع المرض يا دكتور زي ما حضرتك قلت احيانا بتبقى السبب مرض. طب لو ما فيش مرض معين أيوة. وده بسبب التنشئه او النشأه كانت غلط او طلعت الطفل عنده هيبقى محتاج الانطواء وبقى راجل كبير او ست كبيره ده هيبقى محتاج ان انا كده سريعا هيبقى محتاج تدعيم الثقه بنفسه، التدريب على مهارات اجتماعيه معينه، مهاره تاكيد الذات، مهاره التواصل الجيد او التواصل الفعال مع الناس. هي دي الحاجات اللي مطلوبه، وبعد كده احطه في التجربه مره واثنين وثلاثه بيتعافى وبيبقى طبيعي. ويحاولوا طبعا محتاجه وعي من اللي حواليه كمان ان بس مهم ابقى اخد بالي ان في انطوائي سعيد بانطوائه يا ريت ماليش دعوه بيه، يعني ما هو غفلتش اختار عليه. حياته كده. لا احنا بنتكلم على اللي عنده مشكله ومش عارف يخرج منها. اللي عاوز يخرج من انطوائه ممكن جدا يتساعد بسهوله مهارات. يا ريت احنا بنتمنى طبعا، اسف الحلقه انتهت يا دكتور، بنتمنى ان الناس كلها يبقى عندها الوعي ان هي ما فيش مشكله ان انا اروح اتكلم مع متخصص واشوف اساعد نفسي ازاي ما دام انا بقيت عندي الادراك ان انا عندي مشكله محتاج اعالجها. انا بشكر حضرتك جدا دكتور وائل ابو هندي، استاذ الطب النفسي ومؤسس موقع مجانين.com. شكرا لك يا دكتور. شكرا. وبشكر كل مشاهدينا والى اللقاء اخر حلقه جديده من فضفضه وموضوع جديد.